عبد الله لا بترشحني هنا. كده بترشحني هنا مع أستاذ علاء ازيك؟ برحب بيك على صفحتي، صفحة عمرو فؤاد. وكل سنة وأنت طيب بمناسبة موسم المدارس يعني. أنا مرحب جدا ويشرفني ويسعدني إن أنا أكون متواجد مع حضرتك في القناة الكريمة دي إن شاء الله. موسم المدارس يعني فاضل له أيام أو يعني شهر، ما يقرب من شهر. تقريبا. عايز أعرف رأيك. الناس داخلة تشتري الكتب ازاي يعني؟ اوصف لي يعني موسم الدراسة. لا والله الموسم زي المعتاد كل سنة. وأي نعم غلاء الأسعار ده شوية على الكتب بيأثر على العميل. مثلا لو أنت عندك عيلين توأم أو حاجة بتحاول توفر إن أنت بدل ما كنت بتجيب مجموعتين في متناول الإيد بقيت بتجيب مجموعة. والدنيا كانت ماشية يعني ليها كذا سنة على هذا الوضع. إلا من فترة قريبة جدا بتاع تعديل المناهج اللي احنا سمعنا عنه ده من كام أسبوع وبتاع. هو أثر على الحركة شوية. برضو العميل خايف ممكن يجيب كتب ما ترجعش مش عارف ايه. حتى اللي كان هيشتري مقلق مش عارف فيها في تعديلات مفيش تعديلات في كتب جديدة نازلة مش نازلة. الموضوع ده بس اللي عمل دروب شوية معانا احنا هنا وجميع تجار الفجال يعني مش احنا بس. طيب عايز أعرف إيه الكتب اللي نزلت لحد دلوقتي، عشان برضو إن الناس تخش تعرف وتجيلك إن شاء الله. لا هو معظم الكتب موجودة إلا سنة أولى إعدادي بس ونزل منها الإنجليزي والعربي والدراسات يعني فاضل فيها العلوم والرياضة بس. وإذا كان علوم ورياضة أميري مدارس الحكومة أو اللغات اللي هو الماس والساينس دول اللي لسه ما نزلوش لأن ده منهج متعدل تمام. بس. طب إنما كل الكتب موجودة إن شاء الله يعني. طب والثانوية العامة؟ ثانوية عامة موجودة ومتوفرة كمان. يعني هي دي من ضمن الفئة الأكثر تضررا من حكاية القرار اللي خده الوزير مفاجئ فاجئ بيه الكل بعد ما الكتب اتطبعت وبتاع. وانت عارف طبعا احنا بنسحب من صنف كميات والمطبعه بتطبع كميات فدي خساره كبيره تمام. على اي تاجر مش عليا انا بس على اي حد في المجال ده ان انت تيجي تقول انا هعمل منهج جديد وهيتطبق من السنه دي مش من السنه اللي جايه فانا ما خدتش استعداداتي. حتى تمام. الناس اللي بتشتري مثلا بتبدا دراسه متاخر ويبدا يشتغل متاخر في بدايه تسعه او في الكلام من ده. هو واقف لحد الان ما بيجيبش كتاب ما بيعملش مش عارف الدنيا رايحه بيه يمين ولا رايحه بيه شمال. مش فاهم حاجه. نتمنى يعني ان تكون الدنيا وضحت خلال الفتره القصيره اللي جايه دي. طيب الناس عايزة تعرف عنوان المكتبة، يعني مكتبة بتعمل أعلى خصم في الفجالة. الناس برضو إيه تيجي لك تسألك يعني العنوان فين بالظبط؟ لا احنا موقعنا ما يتوهش احنا في الفجاله تمام. في شارع الإمام باشا ورا جامع عامر. تمام. عنواننا سهل جدا مكتبة المصري ليها اسمها ومعروفة واللي يجي فوق دماغنا من فوق وعندنا خصومات طبعا عالية واللي ما عرفش يسأل اللي عارف واللي مجرب هيعرف الدنيا فين. طيب برضو عشان برضو الناس تسأل الخصم بتاعنا كام بالظبط؟ بيبقى في كتب 20% وفي كتب 18%. هي من قيمة السنة اللي فاتت بالظبط كانت كلها 20%. تمام. بس الشركة لما قللت الخصم ونزلته 18 فأنا مش هينفع أجيب الشغل ب 18 هبيعه ب 20. تمام. فهي بقت في كتب 18% اللي هي الشركات الكبيرة المعروفة. تمام. ومعظم الكتب التانية بتبقى 20%. ده الفترة محدودة ولا لحد نهاية الموسم إن شاء لحد الله؟ نهاية الموسم. احنا شغالين والعملاء بتوعنا يعني الحمد لله بيبقوا جايين ومبسوطين ومرضيين وهم هيجوا هيشوفوا التعامل بتاعهم والدنيا فيها ايه. طيب يعني رقم التليفون برضو. والله واحنا عندنا ارقامنا ممكن حضرتك تنزلها في اخر الفيديو تمام. برقم الواتس بكل حاجة بالعنوان بصورة الكارت باليافطة وكل حاجة موجودة يعني. طب لو في توصيل؟ لا والله حتة ع- التوصيل دي بتبقى عندنا احنا ايه مم. مش متوفرة قوي. تمام. لأن بتبقى جاية علينا مثلا احنا بنجيب حد بيودي فبتبقى قيمة الخصم اللي هتتخصم هتروح زي مثلا نظام مصاريف شحن. تمام. وبعدين هو العميل لما بيجي مثلا بياخد كتب وبياخد أقلام وبياخد كشاكيل بينقي بقى يعني ما بياخدش حاجة واحدة. مم. فبيبقى بالنسبة له إن هو يجي أحسن يشوف تمام. الحاجة قدام عينيه بيعاين الحاجة بيفتح الكتاب بيبص عليه بيشوف المنتج بتاعه عامل ازاي وبيستلمه هو بكل اريحيه وانبساط ويمشي سعيد منه. طيب كده خلصنا من الكتب. كراريس بقى، عندكش كراريس؟ لا انا للاسف انا مجالي كتب خارجيه بس.
المجال في كرر السلك. ده عندي بجيب احيانا كشكول سلك اللي هو ال100 وال80 الكبير. تمام. لما بيجي لي مثلا حاجه بسعر كويس وخامه كويسه بجيبها، ما بتاخرش فيها، لان اسعار الورق هنا هو مش ثابته. تمام. هو النهارده مثلا ب 26 27، بكره ب 30، بعده ب 25، على تمام. حسب السوق، ما بيعلى بيغلى وبيهدى بيرخص. تمام. والمتحكم في ده مش انا، المتحكم في ده اللي بيصنع نفسه، صاحب الكشكول اللي بيستورد ورق اللي بيعمل. وبيبقى كل الغلا مثلا والضرر بيقع على الكل. يعني الناس بتفكر ان انا مثلا المتحكم، التاجر مش متحكم. انا تمام. بتجيلي سلعه بجنيه ببيعها بجنيه وبريزه. تمام. دي الفكره مش اكتر، انما انا نفسي السلعه تبقى بربع جنيه واحرق كتير عشان يبقى عندي عماله وعندي منها حاجات كتير والله الواحد نفسه يعمل. في نهاية الحوار بتشرف، يعني اتشرفت بيك وحسن يعني حسن لا الاستضافة. لا، ده يشرفني انا ويسعدني انا طبعا ان انا اكون متواجد مع حضرتك ومع الاساتذه الكرام اللي قايمين على القناه، ودي حاجه فخر وشرف لينا كلنا والله. حبيبي الله شرفتني. يخليك، الله يعزك. الله يخليك.